يلا يا بنات، باركولي بقى وهنولي. اخيرا اخيرا جبت بط في البيت. ياه، كنت حاسه ان الاوضه فاضيه، اوضه كبيره يعني، بس طبعا عايزه تتنضف نظافه ايه، لان ايه، من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وعايزه تتنضف وعايزه تسكين سكانسه نظيفه. بصوا الاوضه يعني منظرها عامل ازاي. كل ده اللي هو العفش ده والبوز ده مكان الخص او السقف اللي احنا عاملينه من فوق. فجبت كده، طبعا الناس اللي ناصحه تقول لي ده بط سكوفي ولا مولر ده اللي بيقولوا عليه، ولا شرشر، لان ما شاء الله اختكم يعني حدث ولا حرج، ما تعرفش حاجه خالص خالص. اللي هو ايه ده تمام، وده مسكوف وزي الفل تمام، خلاص انا هكدبك، لا يبقى انت صادق وكده مية مية، فاروح مشترية. وفي الاخر البس في الحيط، افضل اكلهم سنه كامله علشان اسمع ان يقول البط السكوفي او المسكوفي يا دوبك 40 يوم ويكبر. لكن ده ايه ده، ايه ده، افضل سنه كامله اوكل فيهم ومش نافع. فيلا مش مشكله، هو ياكلوا حسنه البيت وياكلوا الاكل اللي زايد في البيت، وربنا يا رب يكرمني بخيرهم يا رب. وهو احسن ايه من بلاش. هروح احط لهم شويه اكل كده واسيبهم معايا، الله المستعان. يا كمالات، حاساهم زي ما يكونوا عيال صغيرين. اول ما صحيت كده لملمت حالي كده ولملمت دنيتي وظبطت اموري وظبطت دنيتي وفرشت وكنست ومسحت. والاوضه دي كده فيها شويه العاب مكان ما ابني كان بيلعب صغير. المطبخ نظيف عندي ودنيتي مترتبه وتمام وزي الفل. الحوض فيه بس كنكه وكوبايتين مكان ما جوزي فطر قبل ما يروح الشغل. هنا بقى كنا جعانين فقلنا دلوقتي الساعه 11 الظهر كده، فكنا جعانين فقلنا ايه نعمل اي حاجة نفطر او نتغدى، الله اعلم ده ايه يعني. بس هنقول ايه يعني نفطر. جبت بطاطسايه كده وقلت احمرها، وكان عندي بامية من امبارح فقلت اسخنها وعلى طبق مخلل ونفطر انا والاولاد. السجاد دي غسلتها كده، حطيتها دورة غسيل في الغسالة وغسلتها ونشرتها. الشمس النهارده مفيش خالص، الشمس مغيبة عندي خالص، الجو ساقعة تلج، تحسوا ان الهواء اللي داخل هوا مش طبيعي، تحسوا ان تلج. الكابوستان بتاعت البلكونة كل يوم عايزة امسحها، ده طبعا من العصافير لان هما طول الوقت في الشجر وكده فمبهدلين له الدنيا، فبضطر ان انا كل يوم لازم امسحها والاقيها تاني يوم بالشكل ده. حطيت دورة غسيل تاني في الغسالة، بس اول حاجة كده حطيت حافظة السجادة عشان افرشها على السجادة، علشان طبعا في الشتاء ده مفيش حد يقدر يغسل سجاد في البرد ده، فائد حافظة السجاد بسهل عليا كتير. بغسلها احطها في الغسالة اخرجها افرشها على طول، والسجادة عندي بتكون من تحت نظيفة. كان عندي شوية شوربة هنا كده خرجتهم وقلت اسخنهم في الجو التلج ده، ايه الاولاد ياكلوا طبق يشربوا طبق شوربة فايه تدفيهم وتدفي زورهم من البرد ده. بسخن البامية زي ما انتوا شايفين، كمان بسخن العيش، وكده قليت طبق بطاطس، والمواعين في تزايد مستمر. ولسه بقى بعد الفطار. فكرة انا من الناس اللي بتحب غسيل المواعين جدا جدا جدا، بس بصراحة في البرد ده والتلج ده انا ماليش في الكلام ده خالص، لان عندي اعصاب ايديا فيها مشكلة، فلما باجي اغسل مواعين بحس ان ايديا الاعصاب بتاعت ايديا مش قادرة اتحمل، فبيقلم دراعي كله. دي بامية ناشفة اكيد عملتها معاكم كذا مرة في الفيديو. دي البامية اللي هي الخضراء، بنجيبها وبننشفها وبعد كده بنكسرها بتكون قطع وبنطبخها زي طريقة البامية العادية كده زي ما انتوا شايفين، تبقى طعمها تحفة تحفة تحفة. كده جهزت البامية وجهزت البطاطس وحطيت طبق مخلل وكمان سخنت العيش. فاضل الشوربة كده تسخن معايا وهغرف طبق او طبقين وبعد كده نروح نفطر.
وظبطنا امورنا. وبعد كده الاولاد قالوا عايزين ناكل مكرونه بشاميل. بما ان طبعا البصل عندي جاهز، فدي خطوه سهلت عليا جدا. البصل اللي عملناه مع بعض امبارح سهلت عليا خالص ان انا اعمل المكرونه البشاميل، يعني ايه 5 دقايق بالظبط. حطيت كده معلقتين زيت ومعلقتين سمن، وحطيت حوالي بصلتين كده مفرومين وجاهزين عندي. جبت حله ميه علشان اسلق فيها المكرونه، وكمان حله كده حطيت فيها معلقتين سمن، وهنزل بحوالي 3 معالق كبار من الدقيق. طبعا عارفاكم ان كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا مكرونه بشاميل، بس انا ما بعملهاش مكرونه بشاميل زي اللي انتوا كلكم بتعملوها. انا بعملها بطريقه مختلفه خالص كده، بغير حاجه وبحط مكانها حاجه تانية خالص. انا عارفه ان الطريقه دي محدش بيعملها، بس انا اولادي ما بيحبوش اللبن، فدايما بعملها لهم بالطريقه دي. افضل كده اقلب في البشاميل لغايه ما يبدا الريحه بتاعته تطلع وياخد لون مصفر كده بسيط. هنا الميه بتاعتي هتبدا تغلي، هنزل بحوالي كيلو الا ربع من المكرونه القلم. هنا خلاص بدا الدقيق ياخد معايا لون، بدل ما انزل باللبن هنزل بطماطم. يعني انا مش هضيف لبن خالص خالص عندي في البشاميل بتاعي زي ما انتم شايفين معايا كده. بصوا اعتبروه بقى طاجن مكرونه، تعتبروه مكرونه بشاميل، باختلاف طبعا ان ما فيهوش لبن ولا جبنه موتزاريلا، لان ما ينفعش ان انا اضيف الجبنه الموتزاريلا على الطماطم، هيبقى خلطبيطه بالصلصه خالص. هنا نزلت بالمكرونه بتاعتي بعد ما الميه خلاص حسيت ان هي بدات تغلي. بصوا انا بحب المكرونه دي تكون بالفراخ اجمل، بس بما ان انا ما عنديش فراخ وعندي لحمه مفرومه، فهعملها باللحمه المفرومه. كده هبدا ان انا انزل بالملح بتاعي، وهنزل كمان بحوالي نص معلقه من الفلفل الاسود، وتمام كده هسيبها بقى لغايه ما تغلي كويس خالص خالص، علشان الطماطم عندي ما تكونش مرره. لو حسيتيها تخينه معاكي زودي لها ميه تاني عادي، وهسيبها كده لغايه ما تغلي معايا. وهنا المكرونه هسيبها تتسلق براحتها. هنا هجيب حوالي قرن فلفل كده حامي من اللي انا مفرزاه في الفريزر، وهقطعه على البصل، وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه بتاعتي. بصت الفريزر ده كله توم وده بصل، قد ايه بينفعني وبيوفر عليا كتير جدا. الدرج ده عندي كده مفرزه فيه ليمون، وده اكياس من الخضره، والدرج ده حاطه فيه ملوخيه خضره وفلفل. هاخد كده قرنين من الفلفل وهربط الكيس تاني. جبت كده قرن الفلفل بارد على حامي، وهقلبه مع البصل. جربوا المكرونه دي بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. هنا هحط حوالي نص معلقه من 7 بهارات، وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود، وضفت كمان حوالي نص معلقه من الملح. بصوا البوتاجاز طبعا الشكل ده لان كنت بسخن معاكم العيش من شويه، فالرده بتاعت العيش نزلت على البوتاجاز. نزلت بكميه اللحمه المفرومه عندي كده، هقلبهم كلهم في بعض لغايه ما اللحمه تستوي معايا. والله فعلا ربنا يعيننا على الاسعار. نص كيلو اللحمه المفرومه 90 جنيه، فالله المستعان. يعني الحمد لله على كل حاجه. كده هفضل اقلب في اللحمه لغايه ما تستوي معايا وتاخد اللون بتاعها. ظبطت لها التوابل بتاعتها. هسيب البشاميل كده لغايه ما يغلي، وهسيب كمان المكرونه لغايه ما تستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني نشوف هنكمل الطريقه ازاي. نفس طريقه المكرونه البشاميل بالظبط، بس باختلاف عندي ان انا بدل ما اضيف اللبن بضيف طماطم. كده خلاص فضلت اقلب في اللحمه لغايه ما استوت معايا. كده خلاص هطفي عليها. لسه البشاميل عندي او الطماطم بيستوي، وكمان لسه المكرونه عندي بتتسلق. هطفي بس على اللحمه، وبعد كده هسيب المكرونه والبشاميل لغايه ما يستلق. هجهز صينيه معايا، وبعد كده هرصهم وانزل بيهم على الفرن.
الليل ليل علينا بعد ما عملنا المكرونه وتعشينا وظبطنا امورنا. يعني المطبخ الرخامه كده متظبطه، بس عندي طبعا مواعين مكان ما حله الشوربه وحله الطبيخ. عندي الشوربه هنا فاضت مني، فقلت علشان ما اخليهاش اكتر من كده تاني فين في التلاجة، فجبت كده كيسين وعبيت فيهم الشوربة علشان اشيلهم في الفريزر. وده اللي فاض من المكرونة البشاميل كده هسخنه علشان نتعشى بيه بس. وقلت ان انا هشوي زر بدنجان كده وهقلي شوية بطاطس ونتعشى بيهم، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. يعني ان شاء الله قبل ما انام باذن الله باذن الله كده من غير مقاطعه هغسل الحلتين دول والطبقين والكوبايتين، هظبط مطبخي واغسل الحوض واخلي دنيتي كده ايه نظيفه وزي الفل. الشقه عندي برضو نظيفه ومترتبه وزي الفل زي ما انتم شايفين. علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده والفيديو يكون بسيط وخفيف على قلبكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.